بعتقد كده، وإذا عندك إضافات تساعدني في فهم الأمور أكثر أكون شاكر، ولكم جزيل الشكر. شكرا. مساء الخير. عند مسيخهم. هل أنا مسموع طبعا. عندي مشكلة في المايك. أوكي. أولا مساء الخير أخ صالح أبو راي. يعني أولا تشكر على المعلومات وعلى، يعني أنا أعتبره بمثابة يعني محاضرة كانت ودرس. لكن خليني أسأل بس في الجزئية الأخيرة من كلامك. يعني الاعتماد هو على وصول انه موجود حاليا اللي قاعد نراه بين اريتريا واثيوبيا، انه حياتي بالتغيير الديمقراطي في اريتريا او بالسلام في اريتريا او بالرخاء في اريتريا. هل هي هذه قراءة شاملة للقراءات الأجنبية قد نسميها، لأنه الأجنبية بمعنى أنه الدارسين والفاهمين بأمور المنطقة، لكن يعني في الحقيقة إن من الواقع الإريتري حتى الآن لا نرى ما يبشر بما ذكرت أن حتأتينا بالسلام وحتأتينا بالتغيير. إن اشتدت السجون اتفتحت، ولا السجان راح بيته، ولا المسجون جاء إلى بيته، ولا كل الأشياء اللي احنا فهذه يعني ممكن تدينا انه التفاؤل هذا او الشيء هذا ممكن اكثر، انه كيف يعني حتى انا من الناس اللي بيقولوا انه يعني نحن قاعدين نمشي من قراءتي للامور، لانه اولا لا نفهم انه ايش هي الاتفاقيات هذه، ما فيش حد يعرف الاتفاقيات هذه. الشيء الثاني انه هو نفس الشيء قبل ان تكتمل اركان اريتريا سواء كدوله يعني وكمؤسسات تراجع اتفاقيات وتنظر اتفاقيات، انه ممكن شبيهه زي بتاعه الخمسينات، انه قبل ما نفهم انه ايه هي الفدراليه وايه هو انه تحت التاج والى اخره، وكلفت تم ما تم. فهل اليوم أشبه بالبارحة أيضا، ولا يعني في ما يطمن إنه هذا السلام؟ أنا ما بعرف تفاصيل هذا السلام، لكن هل في يعني حتى نصل إلى ما وصلت عليه ونطمن إنه حيأتينا السلام بين إثيوبيا وإريتريا دون القراءة شو اسمه إنه إثيوبيا هي دولة كبيرة، وإذا كان دخل السلام في إثيوبيا إنه دخل هذه الأشياء، ممكن يعني القراءة ضمن الصورة الكبيرة دي خلينا منها بين إريتريا وإثيوبيا. يعني إيش اللي يخلينا نتفائل إنه حيأتينا بالتغيير، ولو إنه من يوم ما جاء السلام، إنه يعني من يوم ما قالوا لنا إنه حصل في سلام إنه أشياء كثيرة حصلت، اللي السجن واللي قاعد بيستمر مع الاغتيالات تحصل. فأنا مش يعني عاوز استفسار أكثر حتى أفهم أكثر في النقطة الأخيرة اللي ذكرتها، وشكرا. أجاوب أنا ولا أنا ما قادر أشوف الأيادي المرفوعة؟ هذا أمريكان رافع يد ولا قاعد تعمل ثامب؟ أجاوب أخوان الأدمين. واصل. أيوة جاوب. عندي سؤال ثاني. شكرا. أوكي. شكرا أخو كان. شكرا جزيلا، وليك وحشة يا أستاذ. أول يا أخواننا ما نتحسس من الاختلاف، لابد أن نختلف، وأنا شخصيا موجود. اختلفوا معي إلى أي مدى ممكن. المشكلة إنه الاختلافات ما رأيه في النهاية. أنا عندي رأي، ما في نبي عندنا رأي قاطع. أي واحد عنده قاعد يقول اجتهاداته بما يتصور
وكلما تكون الافكار منفصله بطريقه سليمه الناس تكون في وضع مريح للاختلاف. اي واحد يفكر بطريقه محدده. استاذ كوكن، اول اريتريا مكفوله نهائيا، مكفوله بمعنى الامال اللي قدامنا يا استاذ كوكن. قاعد يجيني ايكو، انا ما اعرف. مسموع شباب مش كده؟ مسموع؟ قاعد يجيني كان ايكو. شكرا جزيلا. ولذلك استاذ كوكن، اول حاجه قوى فيزيائيه يمكن ان تسقط هذا النظام ما موجوده في المعارضه الاريتريه. من الداخل شايفين أسوأ مراحل القهر والتعذيب والديمقراطية والانتهاك لحقوق الإنسان حاصلة في بلد لمدة 27 سنة. محاولات مناضلين موجودة فعلا، الناس تقتل وتعمل وتسجن وكذا إلى مدى بسيط بصراحة موجود. ولكن أيضا المعارضة الأمريكية كونها تخترق هذا النظام وتمثل له تهديد، أول هذه الحالة ما موجودة. من أين يأتي الفرق؟ يعني لم نقطع الأمل، وكلنا أي واحد بيسوي حسب المجهود بتاعه وإن كان غير راضي به هو نفسه. ولذلك البيئة يا أستاذ كوكن، خلينا أجي في سؤالك مباشرة. أول حاجة الوعي. أنا حتى في مقالي أقول كده، يعني ماركس يقول الوعي، الفقر ما يعمل ثورة، يقول الوعي بالفقر هو اللي يسوي ثورة. الفقر بالوعي هو اللي يجيب الثورة. الوعي بالفقر نفسه. أنا لما أشوف دولة كما شفنا حسا في إثيوبيا، راجل رئيس وزراء يمشي دول العالم ويقعد مع معارضة ويتفق معاهم ويوقع معاهم ويجيبهم ويحنسهم ويقول تعالوا ارجعوا وسووا من بلدكم وسووا من برلمانكم واعترضوا وسووا أحزاب، يطلق سراح آلاف المؤلفة من السجناء ويقول لهم أنتم طلقاء، يتكلم مع المعارضة الإثيوبية ويقعد معاهم في صفوف مشتركة. هذه الحياة الديمقراطية والحياة الحزبية إذا ما تواصلت، والإعلام المفتوح الإثيوبي والقنوات اللي ما عندها أول وآخر، وهذه الحياة الدستورية إذا استمرت في إثيوبيا بهذه الوتيرة، وقد نشوف رئيس الوزراء في محكمة ووزيره الثاني وزير الإعلام في محكمة وهذا يدافع والشعب الإثيوبي الكل يتفرج إلى هذا المشهد السياسي الواسع في إثيوبيا وهذا الحياة الديمقراطية عبر التلفزيونات. مئات التلفزيونات كله في بيت إريتري بيشاهد هذه الحياة السياسية. اليوم رئيس الوزراء حيسووه كده، اليوم المحكمة العدلية تعمل كده. وهذا التواصل المصلحي، الناس تجي هنا وتعمل كونتينرات في ميوان عصب وتعمل موانئ هنا وتعمل في فنادق وتجارة في أسمرة، يعمل عقود ويعمل مش عارف شنو. وهذه العقود وهذا التجارة نفسها عايزة لها محاكم تفض المنازعات البينية بين التجار وبين شنو. لازم يكون محاكم مستقلة زي ما يقول في الديفلوبينج ستيت، في الدولة المتطورة اللي تعمل قوانين ونظم تحتاج لها استحقاقا للظروف اللي تعيشها. الهبة التواصل الكبير بين الشعب، يجي هنا ويمشي هناك ويمشي هنا، شعب قاحل فارغ. ما فقراءة فلسفية، قراءة في مشهد ما موجود على أرض الواقع. لابد من تصور هذا الواقع. 110 مليون شخص يمارس الديمقراطية وعدالة وتواصل تجاري وحريات وكذا، وراكوبة جنبهم من 3-4 ملايين لا عندها اقتصاد، لا عندها ديمقراطية، لا عندها حقوق ولا ما أدري إيش. وأنا أقول في النهاية الدولة دي ما حتتأثر بالدولة دي. أو والله كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية ما حتتأثر باليابان. أو والله في أوروبا ممكن تحصل دولة فقيرة وكل ما الدول اللي حولها دولة ديمقراطية. ما ممكن. الليفريج أصلا يصل، الانفلونس أصلا موجود بالتواصل بالوعي. ولذلك ما مسألة آنية أستاذ كوكن. ما أعتقد أن immediately اليوم حيكون كذا وحيكون كذا. لا، النظام الدكتاتوري موجود، النظام القهري موجود. كويس إنه يقبل يخش في اللعبة دي. هذه اللعبة هي القاتل اللي هو هذه اللعبة. ولذلك أنا الثورة الإثيوبية اللي جات ثورة لصالح نظامين، ثورة اللي ضد نظامين متشابهين، ونظام في شعبين يقهر نظامين شعوبه ويذل الناس قهرا وقتلا وتدميرا،
هذه الثورة اللي جت في إثيوبيا هي لصالح الشعب الإثيوبي، وحيكون تأثيرها في الشعب الإريتري وشعوب المنطقة. من هذا وكان أنا متأكد يعني الله ياخذ تأثير مهما يكن، لا حيطال إريتريا، ما حيجينا، ما بالوقت المحدد تسع إذا لم يقتلوه أعداء وأعداء الحريات في اللي شغالين ما قد إريتريا، وحيغمرها وحيضغط عايش سلم اعتقادنا وديمقراطي اقتصادي. شكرا جزيلا. اوكي شكرا ميا كمان صالح وراي. في سؤال مطروح في المكتوب اللي هو عندي سؤال، والسؤال هو إيرتريان بلاتفورم وتل علاقاتهم أو كمان انتهي ركبوهم زمدنا لهم بيقولون. ده سؤال واحد هو، وإذا سمحتوا لي أنا أسأل سؤال ولا أكتفي بهذا السؤال ما بعرف. إذا أقول أوكي أنا سؤال بدون واحد من ضمنهم صالح وراي. إذا كنت عاوز تردها في هذا السؤال اديني واحد، واذا انا اعيد سؤالي كمان اديني اثنين. انا مسموع يا شباب ولا ما مسموع؟ الله والله انا اوكي شكرا حبيبي. انا والله صراحه وراي مع احترامي، ايه رايك انت يعني خطيت صوره ورديه في سلام في اثيوبيا بين اريتريا واثيوبيا، وانا عكس رايك. معلش ممكن توضح لي اكثر؟ انا بعتبر ابي احمد قنبله موقوته في تفكيك اثيوبيا بما فيه يطرح السلام يعني. لان اثيوبيا انا لما اعتقد في اثيوبيا اليوم محطوطه في قنبله موقوته، والسلام هذا ما حيصلح مش لنا كمنطقه كمان لاريتريا، لا مش لنا كمنطقه، لاثيوبيا كمان في خطر. على حسب اطلاعاتي في ثوره الاثيوبيا او كمان بابي احمد. ابي احمد يعني خدت نفسه اكثر من الصوره المفروض يكون فيها. هل انت كرأي او كشخص يعني تابع موضوع السلام بين اريتريا واثيوبيا، هل قنبله موقوته او سلام دايم يطرح سلام التداخلات الدوليه؟ انا في رايي طبعا عكس كنت تقوله، لانه اثيوبيا يعني قنبله موقوته في المنطقه، واثيوبيا حتكون متفككه في مدى البعيد او كمان في المدى القصير. كيف تقييمك للوضع؟ يا ريت اكون اسمع رايك وشكرا. مسمر قاوي في اعتقاد بو غريب عند اللي من الكتاب اني، لانه يقول له اعتقاد كم تدري هو إيرتريان بلاتفورم مس مدرخ زمدنو انتايو زمدنا كم يعني انتايو تقول حتى نيرا تصفى قبر حتى قلت بو غريب هيك قول. وشكرا ابو راي احلى ما يطلع. صلاح سمعني لك يا صلاح؟ ايوه نعم. السؤال سنت أراها اللاني اكسبياي من اللي بلها تامس لك بلها العلاقات بين ايرفور وسدرين لك هلا في سدري فيها. اوكي كسبياي اخ مسمر انا الامر بزحله بيه لانه نعدنا يسدنا بلاتفورم يعني، لكن الامره اللي بعرفه انا انه مدرخ بلاتفورم مختلف، هو ما عنده علاقه ما في علاقه، معناها مش تنظيمين.
هذه منظمه ولا بلاتفورم الإيري بلاتفورم يرأسها عند برهان، وهذاك مدرخ بلاتفورم هو منبر هو لحوار وطني إريتري فيه جميع التنظيمات السياسيه ومجتمع مدني. وهكذا في مؤتمرهم العام الماضي انا كنت حاضره ممثل صدري، وتنظيمات كثيره جو، كانت جهاد جو، جبهه جو، مش عارف كانوا موجودين من اجل حوار في شان اريتري موجودين في بلاتفورم. اي ثينك انه الناس عاملين كونفيوز لانه عند برهان رئيس البلاتفورم او هذا البلاتفورم بتاعت الري بلاتفورم، لانه هو عضو في مدرخ، هو ممكن الناس عاملين كونفيوز بين الاثنين. صدري ما عنده علاقه بهم، ما عنده علاقه بمدرخ ولا عنده علاقه بفورم. نعرفهم في الساحه ويحكونا ونتواصل معاهم لما يكون في مؤتمرات زي هذه. يا اخوان عندنا مؤتمر اذا عايزين تجوا ولا شيء ولا كذا زينا زي غيرنا ندعى حاجه لا نقولها زي ما كانوا طلبوا مني، وكان طلبوا من الاستاذ سليمان برضو حسين انه يقدم عن الدوله المدنيه دراسه، وانا كمان في مساله حقوق الانسان. هذا بالنسبه للاخ مسمر. اخي اكس اف بي اي ما مشكله طبعا، ما رايي هو في النهايه اقدر اقنع حد. انا اقول ما اراه. انا بعتقد متابع بقوه الشان الاثيوبي من قبل المظاهرات الى هذا اليوم، وكل ما يحصل هناك بتابعه بقوه. بعتقد ابي احمد اعتقد ما قنبله موقوته يا استاذ اكس بي اي، كانت حياته كلها الى قرون دوله دكتاتوريه واباطره وتعبيد الناس وقهر للقوميات وقتل وصراعات دينيه وقوميه ودينيه وكذا. لما تتحول الى تحول ديمقراطي بالتاكيد حتشهد عدم استقرار. وفي ناس طبعا متأذين كمان زي ما يقولوا الميديا، كثير من الميديا يقول طبعا كل هذا اللي قاعد يكون في اثيوبيا الان من السعازع اصلها ويانا، هي قاعد تعمل كده من اجل عدم الاستقرار، لان هي الخسرانه الوحيده في مساله السلطه، لانه خسروا سلطه طبعا. ولذلك المساله انه ابي احمد هو يمثل قنبله موقوته في تدمير اثيوبيا نهائيا. طبعا انا الكلام ده ما اتفق فيه. ابي احمد انت بنفسك بام عينك شفتها، طبعا بعيد من الخطابات المعاديه له. ابي احمد اطلق سراح سجناء الاف المؤلفه، نادى المعارضه، احنسهم من جميع رجاء العالم في اريتريا، مشى المسلحين وغير مسلحين رجعهم لبلدهم. قاعد يعملوا احزاب سياسيه مع مقابل مع اي ار دي اف، وهكذا. هذه الحياه السياسيه والعدليه والحياه البرلمانيه ومشاركه المراه بهذا الاتساع، وهذا الشيء انا بعتقد قاعد تشهد مساله ثوره. والعلاقات الإقليمية، ولا يمكن اثيوبيا تستقر، يقول ما لم يستقر الإقليم لا يمكن نحن ننمو لوحدنا، واثيوبيا أو السودان أو جنوب السودان أو الصومال أو جنوب أو جيبوتي فيها إشكالية، لا بد من التسامح مع جميع الدول. ما قاعد يقوم به أبي أحمد مو شهادتي يا أبي أحمد يا أخي اكس اف بي اي، أو لأنه حكما يكون لأنه حط يده مع سياسة ورقي. أمشي جميع العالم ماذا يحكوا عن هذا الرجل والتحول في اثيوبيا، اللي يشوفوه الراجل مستعجل في تغييراته. هذه التغييرات المستعجله الناس تتمنى طبعا يعمل كونتين يحتوي الواحات الوياني برضه عشان ما يكون في مشاكل وكذا. هذه الاشياء الموجوده، ولكن رجل قنبله موقوته ويدمر وكذا. الحاصل بين اريتريا واثيوبيا سلام، هو على الاقل وقف الحرب يا اخي اكس اف بي اي وكوكني. انا ما جاوبت على هذه النقطه. على الاقل حرب اليوم الناس مستعدة عشان المكان اللي فيها عداء وجس وشباب 24 ساعة وبين هناك بالطيران والدبابات، هذا كله لما تحول إلى منطقة السلام ومنطقة زراعية، وشفنا الشعب كيف يبوس بعضه ويأكل بعضه في مشهد كلنا بكينا فيه تقريبا بين اريتريا وفي زلمبسا وباتجاه التجرائي. هذا نوصف بأنه والله هذا لعب هو، أو هذا شيء مؤذي. هو من يقول هذا الكلام فعلا ينطلق من شيئين، انه والله هذا الانسان بيد عمر لاساسه ورقي او قراءه بهكذا الطريقه تكون
لانه اي واحد طبعا صاحب عدوك ما تحبه، هذا شيء طبيعي، مشاعر هي، او ناس كمان متاثره بخطاب بتاعت يعني هذا اللي عاطف الرجال كبارات، ناس كبار انا قاعد. فانا قراءتي مختلفه من الشيء ده، ولكن كل راي ثاني برضو محترم، ورايكم ممكن صح يكون، بس انا رايي كده. جزيل الشكر. معلش اوكي اخ مسمر يقول سليمان حسين مدرخ مو سليمان الجبهه التحرير شنو اسمهم الاي بي دي اف اي بي دي لا اي بي دي بي ما اعتقد دخلوا لانه كان عندهم تقريبا محاذير. المدرخ نفسه اخ مسمر ما لا صح يا اسمه، هم ما عارف طبعا لا والله طبعا كان عندهم خلافات داخليه لكن ما ترشحوا حد. المدرخ نفسه استاذ مسمر ما جسم سياسي، هو تجمع مكون من مجتمع حقوق المدنيه. الاخت امريتانا منبر عضو في مدرخ قيادي، العضو قيادي في مدرخ، ولذلك مدرخ اصلا ما جسم سياسي عنده ممبر شيب بتاعه. هذا ما افهمه، وشكرا جزيلا. داود دي بسفر لك وسركة كفول وسرانا لك. تفضل داود الميكروفون تبع. مساء الخير. وأيضا سؤالي للأستاذ صلاح أبو راي كمتابع ومحلل، هل هذا التكامل طبعا القلب هل هو بشكل مدروس يعني، أم هو يفرضه الأجهزة الخارجية؟ بمعنى وين أنا يعني من خلال قراءاتنا كل الأطراف الفعالة في هذا الإطار استطاعت في إمارات، وربما يعني هو بيحمي المنطقة يعني، أو بيحمي المصالح الجيوسياسية أو الاستراتيجية في المنطقة الخليج عدن اللي هي منطقة القرن الأفريقي. فبالتالي هل هو مفروض من يعني من قبل الإمارات وحلفاء مثلا الغرب سواء كان الأمريكان أو الاتحاد الأوروبي بصورة وأخرى بطرق أساس يحموا مصالحهم الحيوية في المنطقة، أم لأنه كمان اللاعبين اللي نشوف بشكل سياس وأبو أحمد وفرماجو رغم أنه جيبوتي لها تحفظات في الأمر هذا، ما يعني أنت كمتابع ممكن تعطينا عنه فكرة يعني أكثر. السلام عليكم. ايوه شباب، شكرا اخ داود. اخي داود لك جزيل الشكر. في معلومات طبعا، اول حاجه المتابعه مهمه هي للحكم. الانسان اذا ما متابع او اذا حكمه ما يكون مرتكز على معلومات متابعه هو بطريقه متصله، ما يوصل لحكم قوي في النهايه. ما اقصدك انت، هذا بجنرال بصفه عامه. ابي احمد جاء بثوره قدمت اكثر من 3000 قتيل وشهيد في الثوره الاثيوبيه في الشوارع على مرء او مسمع من الناس لمده 3 سنوات، وجرح مر، وثوره اسقطت في اقاليمها في ارومو بالذات جميع عملاء بتاعت وياني، طلعوهم
من الكللات اللي كانوا موجودة وطلعوهم وهتفوا، ما هتفوا ضد الويان نهائيا. طلعوا الويان اللي كانوا في البرلمان الفدرالي، هتفوا ضدهم وقالوا انتم ما تمثلوا، انتم عملاء بتاع التجراي، لحد الكتل دي تدهورت وانتهت وسقطت. هتفوا ضد الاعداء والوزراء اللي كانوا مع وياني في الحكومه الفدراليه، من اعدائهم، من شبابهم، من ناسهم، وقال لهم انتم عملاء ويانا ما تمثلون لا من بعيد من قريب. لما هذه الكتل تحاوت، والارومو في الفدراليه الرئيس بتاعت البرلمان ورئيس مش عارف شنو ونائبه، والكتله بتاعت الوياء والاروما لما بقى تتحاور من داخل اسمه شنو، وعملوا وحات برضو اسمه شنو، وغيروا 98 انفار ادوهم من بعد ما عملوا، بعد ما اسقطوا هؤلاء العملاء وهؤلاء المحسوبين على الوياني وكانوا يعينوهم وياني على هذه الكتله ال 40 مليون، يوم ما تهاوت هذا عملوا مؤتمرهم الوياني الارومو، عملوا مؤتمرهم وجابوا ناس ما عندهم علاقه نهائيا بالوياني، نهائيا. 34 شخص اللي جابوهم، 45 شخص اللي جابوهم ما نهائيا ما عندهم علاقه بوياني. كده ويانا طلعت ب 70% من اثيوبيا، طلعت خرجت. سيميلرلي في امحر طبعا عداء تاريخي، طبعا ال 45 عضو بتاعت EPRDF بتاعت منو كلهم كانوا امحروا، ما جابوا ولا واحد من عملاء بتاعت وياني. الجنوب 28 نفر عدوهم كلهم ما عندهم علاقه، رغم انهم كانوا يعملوا عمايلهم، ولذلك ويانا طلعت من اسمه شنو. وهذه الكتله الكبيره وصلت، ولذلك انه والله ابي احمد جايبينه الامريكان وجايبينه فلان الفلاني واساس افورقي جايبينه، هذا عدم متابعه او كلام ما اقصدك استاذي داود. انا اقول ما في راسي. ما TPLF looted Ethiopia banks always شنو حراميه. anyway انا ما اقدر اوصل يا استاذ مسمر. فالراجل جاء من داخل ثورة، من تنافس موجود هو وجوهر وغيره غيره، شباب ما عندهم أول وآخر، ناس الخارج وناس الداخل، والEPDO اللي كانوا في أسمرة، وناس اللي مش عارف شنو اللي كانوا في اسمه. الراجل عبر ثورة يمثل ضميرها الداخلي وكان يقودها من جوا، هو ولما مقرسة وغيرهم غيرهم، وتخلص من عملاء اسمه شنو. وكده أكثر من 70% السيادة الإثيوبية تطهر من هؤلاء اللي كانوا يحكموهم عبر عملائهم، وكانوا يقتلوا شبابهم. في أقروا الكتاب اللي قاعد أقول لكم غيرنا هذا، وتشوفوا المذابح اللي عملوها بالآلاف المؤلفة على الحركات الأرومية TPLF، وكيف دمروا هذا الاسم. فالذاكرة موجودة، والراجل ده جاء عبر هذا المسار وهذا الثورة، ولم يأتي به أحد، ولا جايبين من فوق، ولا جايبين سفارة إثيوبية ولا سفارة أمريكية ولا شيء. لك جزيل الشكر. السلام عليكم. أعتقد المايك بتاعي صح يا XFBI؟ أيوة، شكرا. مساء الخير يا جماعة، وأهلا وسهلا بضيفنا الكريم الأخ صلاح. كيف حالك وأحوالك؟ ما فيها شيقة. أنا حتكلم في آخر الكلام اللي قلته. طبعا كنت أدخل وأطلع بسبب الشبكة. فأنا من خلال قراءاتي لوضع إثيوبيا، أعتقد إنه يعني أعتقد جازما إنه أبي أحمد ما هو إلا ممثل لتنفيذ مشروع معين، والسبب هو الصراع الداخلي في الصومال، الصراع ما بين إريتريا وإثيوبيا، الصراع الموجود بين السودان أو في منطقة السودان الآخري. ده كله ممكن يوفر بؤرة خصبة للإرهاب اللي موجود في الشرق الأوسط،
والصراعات الموجودة في السيطرة على المنافذ باب المندب. فبذلك المشروع الخارجي من أجل أي مجموعة من الأماكن الثانية زي العراق وسوريا عشان تجي في المنطقة هذه، ده مشروع خطط من الخارج، والمنفذ والممثل هو أبي أحمد، والانترفيس والخليج، والمجموعة الثانية الممثلين الثانيين داخلين في المشروع مجبرين. بصرف النظر عن ده كله، في حالة السلام ما بين إريتريا وإثيوبيا، هل هناك متطلبات للسلام؟ هل في أرضية؟ إذا المصلحة دي مصلحة عامة وعايزين المصلحة السلام ده يكون دائم ومستمر، المفروض أو الأولويات كانت تكون متكاملة. ما في أولويات هنا، ما في أرضية أبدا. سلام ما بين دولة، ما بين قوسين ديمقراطية، ما بين قوسين دولة دستورية، ما بين قوسين دولة مؤسسات، ما بين قوسين دولة ديمقراطية، ما بين قوسين يعني رئيس. كيف حاجة أنا قد قابلته؟ معلش كمل ملايك أولا من قبل هبه. أولا من قبل كفوق الهب جاي من بدأ مني حاليا كفوت اللي تبغى سومنا السمني تيبو حفون سبت لك يقول لهم أواصل أنا فلذلك يعني الأرضية غير موجودة. الأرضية اللي يتبنى عليها السلام ما موجود. ما أعرف إذا سمعتوني ولا ما سمعتوني إنه إثيوبيا دولة مؤسسات، دولة دستور، دولة شبه ديمقراطية، رئيسة منتخب، عنده برلمان وإلى آخره. في إريتريا ده كله ما موجود. وزي ما ذكرت أخ فلاح إنه أطلق سراح كل السجناء اللي كانوا في إثيوبيا، واللي كانوا في السودان، واللي كان في السعودية، وإلى آخره، اللي جرى ما بين القوى المعارضة والحكومة والأشياء دي كلها في جانب إثيوبيا. ده عمل شنو؟ ده بفرق إريتريا وشعبها كله، ويفرق الشعب الإريتري من إريتريا. يعني أول، لأنه طبعا لو في الأكسجين خارج المكان اللي أنت أكيد حتجري ورا المكان اللي حتتنفس فيه. فكل الإريتريين اللي قدروا يطلعوا طلعوا، وما نعرف إذا ما بقى في الحدود مين كان يفضل في إريتريا. فالسلام ده نحن يفيدنا، ما يفيدنا فين في إريتريا إذا كل الشعب حيطلع، لأنه في ضائقة في جانب إريتريا، وفي انفراج هناك، وفي دعاية للانفراج. ففين الفائدة؟ أنا ما شايفة. الشعب الإريتري لو أديته بعد كده 6 أشهر يكون خلى إريتريا بأسر ومشى. حتى الإريتريين اللي ضاقت بهم الأرض بما رحبت، اللي كانوا موجودين في الخليج واللي أجبروا إنه يطلعوا، بدل ما يرجع بلده بدأ يفكر في أماكن ثانية، لأنه ما في رقم موجود. ففين يفيدنا هذا السلام بعد ما تتفرق إريتريا عن شعبها؟ وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ كفو، كيف الحال؟ بخير إن شاء الله. هيك وحشة يا أستاذ حبيبنا كفو. وأنا بالمناسبة ما عارف لسه حد يبلغكم، ما قادر أشوفكم ترفعوا يديكم، ما عارف إريتريا إيه وردي باين لكم يدل. أنا قدم طبعا ما شايف يا سابع مرفوعة. على العموم أنا أجي عندي سؤالك أستاذي كفو. طبعا رأيي هو في النهاية حقيقة أكثر من سؤال المفروض ما أتكلم فيه، ولكن بس خلينا أعلق عشان إيش نسر الحديث. يعني أول حاجة الخلط صعب جدا جدا بين إريتريا النظام الدكتاتوري والمواجع والقهر والظلم الواقع على الشعب الإريتري، وتمثيل هذا العمل الإجرامي بأنه هو بيقوم بعمل سليم تجاه إثيوبيا. المسألة ما تركب في بعض، ولا إنه أساسا ورقي قاعد ينتقم من تجراي، ينتقم من ويانيت، ينتقم مش عارف شنو. اللي قاعد يسويه سياسة ورقي
ولا اقول الحكومه الاريتريه. واستاذ كوكان ذكرت حسي الاتفاقيه موجوده، اتفاقيه موجوده في جده مكتوبه، الخمسه في اريتريا لما جو وقعوها موجوده طبعا، في ايقاف الحرب، في اسمه شنو، في التكامل، في موجوده الاتفاقيه طبعا. استاذ كوكان وانت رجل متابع. فاستاذ كوكان استاذ كفو، اريتريا اليوم احسن ما كانت عليه قبل سنتين ولا سنه. على الاقل اليوم ما عندنا حرب، على الاقل اليوم ما عندنا حرب. انا ما قاعد اتكلم حتى في عمل سياسي، على الاقل اليوم الحرب رفعت بين اريتريا واثيوبيا. هؤلاء الشباب المئات الالاف اللي كانوا في الخنادق واللي يهربوا واللي ينتحروا واللي يعملوا، على الاقل هذا الشيء اليوم رفع من اريتريا. العقوبات الموجوده على اريتريا واللي اتخذها النظام السياسي الاريتري دليل ومبرر وذريعه لبقائه في الحكم على اريتريا، هذه الذريعه رفعت. يا اخواننا لاحظوا معي انتم ماذا تتحول بلد زي هذه، البيئه اللي قاعده توفر امام الشباب. امام الشباب الاول زمان عندهم والله الاولويه لشنو؟ والله عدناه، نحن عايزين نحافظ على بلدنا، السياده الاريتريه. نتناقش مع النشطاء هنا يقول لك اريتريا اكبر من شعبها، زي اي دوله، البلد اكبر من شعبه، لازم الشعب يموت. نحن عندنا حقوق اخذناها من محكمه العدل الدوليه بانه هذا اراضينا، لابد ان نموت منها، واللي يهرب واللي يعمل. نحن ما عندنا خيار، لازم نموت ونسترد هذا البلد. هذا البلد طالما قاعد تجي بطريقه سلميه، والرافضين الان طبعا كلكم عارفين اللي طلعوا بيان ضد منح اريتريا حدودها والرجوع الى ما قبل بادمه، هم التجراي، هم رافضين التجراي. طلعوا بيان ضد ابي احمد وانتقدوه في البرلمان، وطلعوا بيان وطلعوا مسيره مليونيه في مقاله ضد ابي احمد انه هو يعمل سلام مع اريتريا ويرسم الحدود. والى هذا اليوم ابي احمد مستعد، لكن هم اللي حاطين رجلهم ويدهم، هم الموجودين في المنطقه قالوا نحن ما نسمح. فالمسألة ما مش فقط يا أستاذ كفو بأنه والله إريتريا وإثيوبيا وإريتريا ارتاحت. إريتريا ما ارتاحت، إريتريا لم تصل بعد إلى المبتغى الاحتواء. ما حتى الآن كونتين ما عملت، ما دخلت في ما انخرطت في التواصل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي مع الصومال وجيبوتي ومش عارف في المنطقة، لم تصل هذا المدى. ثم المتربص الوحيد لإريتريا لنعدم إريتريا كلها تجراي متربصة إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم تجراي أحسن لها تشيل إريتريا وتتحكم في البحر الأحمر وتتحكم في إثيوبيا كلها. في إثيوبيا كلها اللي ما يتفق معاي من مطامح تجراي وكان يعملوه شنو، وكان يفتتوا الشعب الإريتري كيف ويدمروا إريتريا معارضة ونظاما من أجل الوصول إلى أهدافهم اللي ذكرته بتاعت ماثيو ماكيرن، هذا يكون ما يتفق معي خلاص ما عندنا مشكله، هذا ما يتفق ولا يرى الاشياء بهذه الطريقه. اذا انت شايف وتتفق معي بانه تجراي متربصه في اريتريا، هذا التربص ضربت تجراي ولكن لم يقضى عليها. الى هذا اليوم العناصر الموجوده في المعارضه الاريتريه يا استاذ كفو انت بنفسك تعرفهم، وقبل كم يوم كنت تشتك من دور هنا في لندن وتوجهاته القوميه لتجراي الكبرى، هذا في المعارضة. ناهيك عن النظام إلى أي مدى منخرطين ومتغلغلين في النظام، nobody knows. إريتريا نفسه في كف عفريت. اللي يضرب هذا التوجه هو السلام مع المركز في إثيوبيا وينخرط كدولة مستقرة، وهذا التيار لابد القضاء. إذا ما نشوف المسألة بهذا الفهم، أنا فهمي كده هو، أنا بعتقد نتلخبط في إنه سياسة فرق كأنه داير نعمله ملائكة. والله أبو راي قاعد يقول يا أخي السياسة ده حيجيب لنا سلام وحيجيب لنا خير وحيجيب لنا استقرار. السياسة فرق قاعد يعمل أشياء ضد طبيعته وضد نظامه. السياسة لا يمكن يتعامل مع نظام يفتح سجناء آلاف المؤلفة يفرج عليهم. السياسة لا يمكن يتعامل مع نظام ديمقراطي ونظام دستوري. السياسة لا يمكن يتعامل مع نظام يدعو معارضينه في جميع دول العالم للقدوم الى اثيوبيا. السياسه تتعامل مع نظام ما يشبهه، مع نظام ملائكي بالنسبه له، ولذلك هو ينتقم، قاعد يعمل ما يعمل، قاعد يعمل لمصالح الشعب الاريتري، وهو مفروض ما يعمل كده في الدول في الاقليم ضد ابي احمد، لانه يمثل مخاطر بالنسبه لها، والديمقراطيه حتطالها
وحتطمرها وحتطمس عليها، ولذلك واقفين ضده، يدخلوا سلاح، يعملوا ويانا، يعملوا كل شيء، لكن ضد أبي أحمد، لأنه هذا التيار الديمقراطي حيطمر المنطقة ويتغلغل عليه. والمفروض أول واحد يوقف ضد أبي أحمد والثورة الأسيوية ضد أساس ورقي. لا، طالما مشى في هذا التيار خلونا نحن ما نشوف إنسان. أعمل بدل أساس بلاك بوكس، حط بدله إنسان ما نعرفه. قاعد يعمل سلام مع اثيوبيا، رفع الحدود، رفع الشباب من الخنادق وعملوها ان شاء الله استثمارات، فتح السلام مع اثيوبيا، قاعد يعمل تكامل اقتصادي مع الصومال ومع جيبوتي، بيفتح قاعد قناه بين اريتريا واليمن، قاعد يفتح مع دول اقتصاديه كبيره مع الامارات والسعوديه. هذا السلوك يغير من المعادله السياسيه وعدم الانستيتيوشن الموجود والدول العالميه، كل الشيء. هذه البيئة، هذا الانكبيتر، هذه بتغير، حتولد نظام يشبه المنطقة في النهاية، ما حيكون شاذ. أنا قرأت هذه ولك جزيل الشكر. ترجيت العن طبعا. زي ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا كمان من صلاح أبو الراي قلت هيبو لك توضح. أنا شوية بعد أسئلة الدالك، ولكن شوية كده الحد مني هلا، بس المهم حاولت من حد اللي ده. أنا ذا سلا جند السؤال من خلال متابعتنا قبلي، أو كمان من خلال أو كان أسئلة سياسية يمكن بزحمة لي قبلين، لكن أنا لا سؤال لنا أو كان أسئلة يمكن منا إحساسنا لشعبنا، لشعب العامة. أنا من عامة كشعب عندك أو كذا مثلا قلت حاجة تقول سألته معناه يمكن علمي قبليني، ولكن ضروري كمان إجابات يكون بعد حتى إجابات ولس النوع على هذا. دي باجتماعات دي فرانكفورت لقبها أخيرا الإعلان لفقرة أبو أول حاجة إشادة باتفاقية السلام، باتفاقية السلام إشادة وكل طبعا ما شاء الله الذي يقول على نخبتم وأنتات نائرترياتهم أم بل نقدر. إذن شرط اللي بأشادة السلام، اتفاقية السلام دول قبت فنج أبد وكان فنج إثيوبيا وفنج نظامنا سياسة رأيناه وسمعناه ورأيناه دي بأسمرة حتى خسرناني لبالعلا. في نفس الوقت كم ألفاظ الهجيم كنا نقول لبالعلا كمان هجينا يواعيت ولا ناي كفوتي أمركو قدم أذانا قرر الله أنبلع بأحمد نفر أمن أقول لكم يهليكوني أنا قدم أبركو قرر الله يمكن إريتريا يعني حتى من يمكن قره لنايو أو كمان حوش يعني ناس دول أبرق اللي يموت دول لحزة لميراث وقولوا الأورس اللي حكم عبيس هجيه سمعوه ومسلوق قاموا لبن فاتوكم سلوه ذاك قلب أحمد كله سلم معنا. إذن هنسر لمجتمعين الموادع اللي كله يعني شوية كده نبلع شهادة إدانة وقبت سنوا على عدم إدانة السياسة بالله هجاه، لأنه مرة واحد رئيس دولته وفي نفس الوقت يعني أي هجاء حسبته جيبه، أي هجاء حسبته، ويمكن كمان في الرمت ملقى بأمور يكونني. إذن إلا نقطة اللي ذكر اجتماعات وعدم إدانته شوي بفنجيل شعب إريتريا العامة إلى ترايم مسلكة إلا حتى من الليتا ممكن من أسئلته قالت أنا ممكن مسلكات تفوق هنا صلاح جيب نايوياني يمكن الانتقاد لو انتقدكهم جيب بعض النقاط دي أختلف يمكن اتفق مسلكة حتى بأنه جيب مظاهرات جيب أدي سبب لقى بعد فترة السنين اللي لقى على قوله ودول علو قال بعد بيفوزات احنا قال لك أديتنا مرة واحدة مدرت لو ودو ديبا ويانيتهم حقوا اتفاقية سلامنا الجزائر وقدميه كمان جيب أيام حرب لمرة واحد حاخنوتنا إلى حرب العلو كذا قبر أسرات اللي بيقولوا العلو جيب تقرين دقبوا شعب إريتريا قبوكم وكن ودوكم وكن البلوكم حتى بيثباف مكين كام وكن قتلوا اللي تات اللي أتحافانا حرب اللي كله حرب يمكن زيادة اللي لو ودوه تومتم، لكن نغيب اللي نذكر كان في نفس الوقت ويانا قل إثيوبيا لو ودوه إنجازات يعني مثلا يمكن اللي سلام اللي لما تسألها لنا كمان بالنسبة للشعب إثيوبيا استغرار شعبنا تجراي استغرار يعني مثلا حرب شهداء توم لهبوه بالإثيوبيا ضد
نظامنا يدرقي وسك نظامنا يدرقي فقر شهدها بوديبا واستقرار ونوعا ما عدنا برلماناتكم برلمانكم سرقبي عدنا احزابكم سرقبي عدنا قانونكم سرقبي فتم دور عبدت له ديبه دور عبدت له يمكن ديبا فتره لحكمهم اخطاوا قال لكن اللي دورهم اللي قلنا احنا يعني نوعا ما 100 راي كديبوا كمان انا من اللي استفسار كالي كمان ديبا ايوه برضه في نفس الوقت سياس شويه تشابه لكم يعني مثل شرح لنا كم او مثل السياس مره واحد الويان لان تغدوا ومره واحد الويان ممكن يكون مثل حتى يوجد مثلا مشاريع ويانا لو وديتها يعني السياس لافتتح على في نفس الوقت حتى يودون اللي بالعلا يعني جامعات اثيوبيا جهل ودودي اللي بالعلا لجامعات لهتوم شقاوات الاقرال افتتح على مثل يعني يمكن مثل ابي احمد اثيوبيا قتلوا واملاكنا اقول له اللي تات بالعلا اقتصادك قتلوا اللي بالعلا لمشاريع لهتوم ودوت الاقرال افتتح العالم السياس متناقض مره واحد مسك اخر انا لكن في نفس الوقت يعني انتقاد لنا هنا كمان اقول ويانا دقبي في نفس الوقت قل من انجازاتهم كمان يعني حتى قالوا اثيوبيا من قبل يعني مش من يعني من عدل يكون لانجازاتهم وقل نذكر يعني مثلا زي السياس اخر سؤال ممكن السياسه زي اللي لاتفاقات لسلام او كمان شعبنا من سلام قل استفيد الانبل هلينا نعم لسلام لا استفيد من يعني قل استفيد منك قدر يمكن احنا لا نسموه عنا نسر مثلا يمكن سلام حقه ظلام نروح لشعب ريوح على مع انه وقتيا رسع شهداء وترسعوا وقدامه دي بحر لموت ترسعوا ودي بصحراء لموت ورسعوا اما تلبه طاف حقه رخصه من 10,000 نقفه دي ب1000 نقفه وكره مره واحد فرحوا ودعكر حقه كره ودعكر وكرسرنا وليت هذه تسال منكم مجاني تلقى لكن في نفس الوقت اللي ترسعتهم لشعبنا مسكين قروش دي بجيبي هليتني الحياه رخصه لكن القروش دي بجيبي ما قل استفيد منها حقه قروش دي بجيبي هليت يعني الا حتى كمان منا اللي يمكن منا يعني منا اسئلتها يا ريت ورتبكاها على سياس سلام لنايو مثل اثيوبيا لو ودي لها الانتقام من ويانيته والدليل الاخر دليل اذا ما الحدود قفلها اعلام شعبنا لا يستفيد منه زي يعني تجارو مباشره بزلم بساب سرحان واريتريا واللي هم هذا برخصه يعني ممكن بتسريح مساله بلا هذا مثلا لمحللين سياسيين للتجارب بلا يمكن اللي شيء اللي من تقراق اللي انتقم لحد يعني يكون السياسي لانه الرخصات قال له تسريحنا مرور قال له فقروا ادي سببه قال له ابلوت ومن كان اتجاهنا عسب قال تفتحت الحدود اذا الانتقام من ويانيته وبالتالي لكن الانتقام من ويانا لو وديه لهلا قال شعبنا ما درته لقبل هلا فاذا انا الا سلام الله يعني هل الا سلام الله شعبنا كل يقول استفيد منه طالما يعني مسالتنا يعني سياسه شخصيا وده يمس شخصيا يعني شخصنته وده مثل يعني فالا انت الاسئله اللي هلت يا ريت بحيث نرتب كاهن اللي يمكن من جاوب ديبان السياسه اخر سؤال لا الشخصنات ثبت جابت شخصنات وديو مثل وياني طالما شخصنات جابت انك فوق اللي استفيد منه بالله كانت لحد من مالك قفله خلاص شعب لحالتكم سلبيه قلت ممكن ابن عفر ممكن ابن ايدن كاله فتح لنا عفر الا في حد ذاته فتنه تخلق له الليل فنجيله طوائف فنجيله شعب ذاته في حد ذاته فتنه لو ودها انت يكون سلام يكون له قبل اذا قلنا اللي وده يعني يمكن قل مين تكبت يعني هل دبله وقت لك ابي احمد او كان الحكومه المركزيه الموضوع اللي يعني 100 المدرته بالنسبه للشعب اريتريا هو المفروض يعني دبله وقت لا يعني سياسيا قلت حروته فالله ودحانكو سلامتك فارجو ان شاء الله دي بحيث عندك كم كون اسئله اللي بقى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا مدير الغرفه الجميله يا استاذ عادل ملايك. طبعا مسألة حقيقة سمعك على طبعا وكم سلوه طبعا لحيث النقاش لحيث أكثر من إنه إنكا وكفو مسلك واللي يعني أول حاجة ما بالكوكا يا أستاذ عادل أول حاجة لازم يكون عندنا عقلية نقدية أول حاجة
يعني إما الصم لم قلت بقى نبون نصلي وسعده بيرنا من قبل دائما نبدأ نقدر السياسة بتأكل وأعداس السياسة أبايته، ولذلك النقيض بتاعه صحته بيننا من قبل نديته. أنا قلت لك هذه الثورة الإثيوبية ثورة لصالح شعبين وضد نظامين متشابهين. ده نظام الأوروت مسألته والدرارات بو نناي وياني، ولا نظام الكاليل اللي قليجيستو مثل ترين الله نناي سياسته. عندما صار انتهت ناتو أبي أحمد والكلام ده، أنا ما يخوفني أبي أحمد ولا يخوفني الأرومو، وأنا سمعتك تقول الكلام ده. أنت تقول الأرومو ما يخوفوا إريتريا. المشكلة اللي أنتم اللي مختلفين معي قصدي اللي شايف اسمه شنو، إنه الخوف من الويانة ما موجود. وياني ليش قاعد تعمل كده؟ أنا حاسة لخصت لكم الكتاب. أنا ما عندي تجربة في مشاهداتنا المعارضة الإريترية والتفتيت والكراهية والتقصير والاسم شنو، واللي عملت على المعارضة الإريترية وعلى الشعب الإريتري وعلى الدولة الإريترية إضعافها ودعم شخصيات تنادي بأهدافها القومية، وكتابهم ومحللينهم ومذيعينهم وسياسيين على مستوى ما اقدر اقول فلان وعلان، ومؤتمرات اللي عملوها واللي قاعد يعملوها واللي قاعد دي كلها مخاطر بالمناسبه محدقه على حاجه اسمها اريتريا. اول فيرست اوف اول هذه المخاوف اذا ما عندنا لها نحن بنتكلم خارج اطار الواقع الموجود والمخاوف الموجوده اللي قاعد اشوفها انا. اول حاجه اذا اتفقت معايا استاذ هملاي في انه الوحات بيمثلوا تهديد ويحلم بدولة قومية وعملوا في سبيلها 27 سنة، ليس صحيح أنا من أجل اثيوبيا استشهدوا التجراي، ما استشهدوا من أجل أي واحد، استشهد لصالح نفسهم هم. اثيوبيا بالضرورة كان حيدوها، لكن ما شالوه هم من المليارات والتريليونات من الدولارات. أقرأ الكتاب بتاعت اثيوبيا تو فرونتيرز، شوف الشعب العفري والونجي وهذه المناطق الخصبة كيف شالوها وأدوها للكوريين الجنوبيين، تريليونات الدولارات قاعدة في جيوبهم، والقواعد العالية الجوية والاسم كلها تحولت إلى تجراي من أجل الإعلان الدولة القومية. تجراي لم تجلس يوما ما، خلي إريتريا هذه الدولة اللي جديدة واللي ما عندها أي سمعة في التاريخ، هذه الدولة المركزية في القرن الأفريقي، دولة مركزية لم تجلس 27 سنة مع معارضة واحدة وتجلس معهم تقول لهم تعالوا خشوا بلدكم ونتعامل ونتفاهم. 300 شاب جامعي في قدام جامعة أديس أبابا قتلوهم 95 لا من الانتخابات في أديس أبابا. 3000 في الكونسنتريشن كامب. يقول لك هذا الإنسان بتاعت OLF أي إنسان عنده عضوية بتاعت الأورومو قتلوه. أبادوا تكلمت فيها حقوق الإنسان، طلعت بيان جايبين هنا في الجارديان، جايبين في الليبرسيون الفرنسي، الإبادة اللي تعرض له الشعب الصومالي في أوغادين من الشعب الاسمه، وقطعوا علاقاتهم على إثرها مع قطر، لأنه جابت في الجزيرة الإبادة الجماعية اللي كانوا يعملوها والحرق الناس وأحياء اللي كانوا يحرقوه الويانة في الصومال وفي أوغادين. لما جابت الجزيرة قطعت تسويب بعلاقات. الإبادات اللي كانت تسويها ويانا من أجل الوصول لهدفها القومي وتضم مرتفعات اريتريا والبحر الاحمر، والخطاب الكراهيه اللي عندهم اطرافهم الثانيه تعرفوا انتم وتسمعون قاعدين ناس يسفقوا بريوات واسمنو وفلان وعلان وتسفاسين وغيرهم غيرهم. ما داير نتكلم لانه على الاقل محسوبين معانا في المعارضه. هذا التيار اذا ما انا من الناس كنت اقول خلاص اريتريا انتهت، لم نعد نكون نهائيا ما عند اي مقاومه وما عند اي شيء. الثوره الاثيوبيه ساعدت انه هذا البلد اريتريا تبقى على وجه الارض الى هذا اليوم. التهديد قائم على اريتريا. الان قفلوا حدود، ما في حاجه، ما عندي حاجه اثبات، ما عندي اي اي ادله، ولكن محاوله اغتيال نفسه سبحة افريم قد يكون جاي من هناك. محاولة الانقلابيه اللي تمت في داخل اريتريا ما في حدث جديد يقفل على اثره الحدود الاريتريه الاثيوبيه الا محاوله قلب النظام في اريتريا والقدوه، ويجيبوا الاستوجس بتاعهم وعملائهم وناسهم وكذا الى السلطه الاثيوبيه، واريتريا انتهت. اذا ما نشوف المخاطر الكبيره هذه وكيف يمكن حصرها وكيف ننجي اثيوبيا اريتريا وكيف تنقذ هذا البلد ويجب ان تعمل مع مين
وتعمل مش عارف في صالح. إذا ما عندنا هذا المسار وهذا الأوربت، هذا التفكير في مدارات محددة نقرأ فيها الإشكاليات ونرتبها على أساس أول فأول فأول فأول، نحن حنختلف طبعا، والاختلاف طبعا ما مش عيب. قلت له يا حبيبي ورقي لا يمكن يطابق مع سياسة ورقي يا أستاذ اسمه شنو. السياسي يقول تجارب مجرمين، صح كلامه تجارب مجرمين، لكن هو كمان مجرم. صح كلامه يقول ديل كل شالوا اثيوبيا، ما يقولوا هو العالم كله. تقول انت افتح اي جهه دراسيه مستقله في العالم، في الامم المتحده، في العالم، اتكلم عن اثيوبيا، شوف انت ايش بيسوي التجارب، ايش سووا في اثيوبيا. خلي الجرائم الانسانيه والبشريه اللي عملوها والاموال وكذا. وسياس شعبه كله قاعد يموت، نصهم في البحار ونصهم في الصحارى ونصهم في المهاجر. هو ده احسن منهم؟ ولكن ماذا نفعل؟ انا ما شايف حاجه بتصير سياسه ورقي في اجواء مناخات سياسيه، مناخ في حاضنه تولد معرفيه، وفي وسط بتاعت 110 مليون شخص يمارسوا عمل ديمقراطي سياسي وتواصل اقتصادي. هذا الشيء قادر على تغيير الاحوال في اريتريا. طالما اتفقت معي بلاس اور ماينس بانه والله التاثير فعلا حيجي في اثيوبيا اريتريا، وهذا التاثير ما بالضروره يكون الان واحد واثنين. واحد ما تقول له يا شاب انت لما تكبر اعمل شنبات، ما البيئه تسويه، الكبر نفسه يسويه، جالس تفيدي من انت موفر له بيئه صحيحه وبيئه صحيحه، وانت هذا الانسان بيكبر بتعرف انه حيكون رياضي ولا حيكون قوي، حيكون شكله شنو، لانه البيئه متوفره نحو حياه متنفس صحيح. الشباب ما يرضى بها. المعرفيه نفسها بتاعت ميشيل فوكو، كنت اقول في المقال بتاعي، اراده المعرفه، الاراده المعرفيه، الاراده، القوه المعرفيه. ضربت مثل في مثالي بالمعادله اف اكس واي ايكوال اف اكس. اكس هذا المدرات في اريتريا في المنطقه، في محاكم عدليه هناك في اثيوبيا، واي حيتغير، المتغير الثابت المستقل. اف الاكس تتغير هناك، يكون في ديمقراطيه. هنا الوعي هذا بيسبب في الاكس الفانكشن الداله المعرفيه والتطلع نحو الديمقراطيه والمعرفه. الامور تجري كيف في اثيوبيا وفي الصومال والاقتصاديه وكذا، بتغير الحاله الاستغننت الموجوده في اريتريا. اذا ما نشوفها في هذا البعد الفلسفي والوعي والتطور الانساني الى اين يصل، انا بتخيل انا جايب لي قرية معدمه في داخل بريطانيا وفي داخل الاتحاد الاوروبي، يقول والله الدوله ما تاثر بما هي في محيطها. التاثير تاثير يحتاج الى اسمه ويان مجرمين، لكن لا يعني الاساس ما مجرم، اساس وقلت لكم اساس قاعد في طريق ما طريقه، بيعمل في طريق ما طريقه. في ناس فلاسفه ووزراء كانوا في اسمه شنو، كان يجي يعملوا كامبين وكان يعملوا حمله لصالح تجراي. اليوم قاعد يتكلم يقول سياس قاعد يبيع اريتريا في امحره. يا شيخ سياس قاعد يبيع اريتريا في ابي احمد، بالله الروم بكره خلاص عندهم طموح كان في اريتريا. هذا خطاب بتاع التجراي هذا اللي جاي لاف عندنا ويخوفونا. زمان كانوا يقول لنا والله لازم تكونوا، لازم تعملوا ضد التجرينيا، لازم تعملوا قبائلكم، لازم تعملوا قومياتكم، تسلحوا مش عارف شنو. هذا الانسان قهري، هذا القهر القومي اللي عندكم مش عارف شنو، لانه يفتت الشعب الاريتري، يفتت الشعب الاريتري طبيعي جدا جدا، ويضرب رموزهم. يجيبوا هنا كارنليوس، يجيبوا هنا يشتم لك واحد عواتي، يتكلم عن المشتركات، يدمر المشترك الاريتري. اي تنظيم سياسي وطني مين ستريم زي الجبهه الاي بي دي الانقاذ كانوا يحاربوه بطريقه او ثانيه، الاثيوبيين يدمروه. اي جماعه تنفصل منهم مباشره كانوا يعترفوا بهم في اليوم الثاني من اجل ضرب المين ستريم، التيار الوطني، التيار العام. هذا ويانا من اجل ان تبتلع اريتريا، وانتم شايفين الواعين بتاعهم كيف عايشين في الدنيا دي يعني، وايش يقولوا. انا استكثرت كثير جدا جدا. بعتقد خطابي وصل، ما بالضروره طبعا الناس وما صح طبعا الناس تتفق في شيء، وواصل انا، ولكم جزيل الشكر. سؤال اللاعبات يكون الاخر للاول سألكم بس ممكن توضيح ولا شيء اللي عليكم كم تأنيبتوا العالم دي يعني دي على فرانكفورت دي بقى
يعني المفروض انتقاد حكومة اريتريا وكان قال نظام اريتريا قال سياسة شخصيا قال يعني بدل ما على طول كلام نفرو واللي قبل شهادة بقبي كانوا خب كمان لا بعد الاسلوب لنا يقول ان تقود على تقولهم دي قال هي ادانه قال فعل تقول الاعلان ديكو فدي يمكن زياده من ودها قلنا سنوا على قلنا سلولين يعني عدد يعني سياسه فرقكم تديبكم سل الاجتماع اللي مثل لا فنجيلا عامه شعب فنجيلا نخبنا اريتريا قال اترايم يقدر بيركو ايوه استاذ ملايت. في فرانكفورت طبعا ما اوروبا صوب القضيه طبعا خلاص الخيامات ما بينات يعني معايير حاطين حد دي بسياسه ونرقبوا ونوديه ونكشف المحاكم الداخليه امام الامم المتحده امام منظمات المجتمع الدولي امام مش عارف شنو. ما الناس كلها النشطاء اللي كانت موجوده هناك وتكتب وتعمل وتتظاهر وتمشي للمنظمات وتكشف هذا النظام وجرائمه على الامم. هذول الناس اللي شغاله في الكلام ده. سياس كإمبيلا وما كإمبيلا طبعا حتى قلت لك الناس كانوا مختلفين. وحس هذه الأستاذة امريتال الموجودة هنا من الناس اللي كانت تقول يا أخواننا هذا ما سلام، هذا ما سلام، هذا التفاف على السيادة الإريترية واستحواذ على مقدرات الشعب الإريتري بطريقة مختلفة ما قراءة هي. هؤلاء النشطاء الإثيوبيين عندهم مطامعهم حتى الآن قائمة لاستبداد إريتريا وهذا السلام ما مضمون لأنه بيقوم به ناس إنسان بدون أي دفوع دستورية وتصعيد برلماني أو حكومي. هذا الكلام إذا بعيد إنسان بيعمل لذاته لوحده قاعد 100% صح. إذا عندنا الحالة صحيحة أصلا ما نتكلم. إذا السلام زي ما يقول الجماعة والله كابر تراخ جمران له كابر بناخ جمران له لازم يكون عندنا سلام بعدين قبل بعدين ما نعمل سلام بين الشعب الإريتري ثم بعدين نمشي بالسلام مع اثيوبيا. ده كلام نظري، هو ده كلام ما عنده معنى. سلام مع الشعب الإريتري معناه احنا خلاص بقينا دولة ديمقراطية نبدأ السلام فيما بيناتنا ثم نقرر مع دولة ثانية معناه عملنا برلمان مركزي دستوري يقرر انه يعمل سلام مع اثيوبيا ولا مع غيرها ولا مع شنو. حكومة نبدأ السلام بمصالحة وطنية وعدالة انتقالية وكذا معناه عملنا محاكم عدلية وحاكمنا المجرمين وطلعنا المجرمين النظام الدكتاتوري اسقطناه وعملنا حكومة مركزية وحكومة دستورية وحكومة كذا تقرر سلام مع اثيوبيا. هذه مراحل حلمية الإنسان بيحلم كده. الآن احنا كيف نشيل هذا النظام؟ هذه فرصة بأنه هذه الرياح تشيل هذا النظام. هذا وهكذا قرأتي. ما بالضرورة هي صحيحة. أنا أرى أنه هذا الفعل اللي قاعد تقوم به بمسألة السلام مع اثيوبيا بجميع المراحل وبجميع. أنت الحين ذكرت يا أستاذ أملايت بأنه الطاف من 13,000 بقى 3,000. الفيتريتا والعيشريف مش عارف الكلام ده أنساه وده بقى بلاش جدا جدا. عندهم مال ما عندهم مال. هذا التحولات هذا مش انه تحولات صحيحه او المدى اللي قاعد فيه انا، ولكن لا يمكن المساله بدل كنا في درجه 100 لم نكن 80 بقينا 80 بس فاضل لنا 60 بدل 100 كان فاضل لنا حسب 60 ولا 50 وهكذا. التطورات السياسيه تحتاج الى ازمنه، ولكن المناخ هذا البايب لاين اللي داخل فيه اساسا فرق 100% حيفضي الى نظام ديمقراطي مستوي زي الضغط الاسموزي. زي الضغط الاسموزي بريشر اكزاكتلي حيكون بالسيم with اثيوبيا والمنطقه. لا يمكن تكون اريتريا دوله فقيره وحقيره وديكتاتوريه واستبداديه امام دوله ب 110 مليون يمارس ديمقراطيه وحقوق انسان وعدليه وصحافه حره وتلفزيونات حرين والناس تناقش وهنا الراكوبه عندك فاضي تقول له والله ما تاثر. هذا شلال، هو هذا شلال، هذا التيار هذا التيار هذا الضغط الاسموزي هذا الغشاء الموجود الدكتاتوري حيمشي إذا ما فكرنا بهذه الطريقة. وعشان ما يمشي وأنا أقول لك وأنا كاتب كده في مقالي هو حتى أسهل لهم 100% يقلبوا النظام في إريتريا ويعلنوا دولتهم اللي كانوا قريبين يعلنوها ويتحكموا في البحر الأحمر ويحكموا إثيوبيا بدل ما يمشوا هناك 6% يأخذوا مع الشعب الإثيوبي ونصيب الإثيوبي. لا بد أن يحكموا هؤلاء المتطرفين الحكام بتاع التجار العنصريين اللي كانوا موجودين ويشتغلوا على تدمير إريتريا شعبا وحكومة ومعارضة وسيادة ودمروا اثيوبيا وقومياتها. جميع القوميات الاثيوبية تحمل السلاح على تجري. جميع القوميات الاثيوبية جميعها يا شباب. ما معقول يكون عندنا ما ذات ما عندنا او نحن ما نعرف او ما نتابع. جميع القوميات الاثيوبية كلها
اثيوبيا اسمه متحف القوميات، نيشن ميوزيوم اسمها. جميع القوميات الاثيوبيه يحملوا سلاح ضد بما فيهم اولاد دمحيت، اولاد الاقاليم المضطهده في داخل تجري. هذا نظام مجرم زيه زي اسياس افورقي. هذا الثوره الموجوده المبارك حتشيله. اسياس قاعد يمشي فيها برافو، خليه يمشي فيها لانه حيمشي فيها 100%. اذا عارضنا هذا النظام، هذا التيار، ما في واحد معترض عليه في المنطقه الا لو واحد بالمناسبه واعضائهم الموجودين بكثره في الحكومه الاريتريه وفي المعارضه الاريتريه، عشان ما نركب خطاب مش خطابنا. ولحنكم يكس حلف دورنا يكاتب. أنا مرتال بمتات مرتال هاي قال لي دوري حق هذا التاغير مرتال ليكي مرتال اوكي حسي انا على المايك صح؟ السلام الرحمة. وانا الواحد ليش انه يمسك المايك بس الخير كيفكم يا جماعة؟ كما يغنسون عنده نجوم المدرسة وكذا. أنا على المايك يا إخوة. طيب أوكي. اكتب واحد ضد كلامي 200. ألو أرفع صوتي. الصوت ما مسموع يا عواتم؟ الصوت كيف هسي؟ زوديه شوية الصوت بتاعي بس يكون حريتكم مرة يمل. طيب هسي كيف؟ البنت طالع هسي كويس كده؟ واحد إذا الصوت مسموع. أوكي. أولاً الواحد يستعجل المايك. أتمنى إنه المايك ما يخرج من اليوم لأنه بيتكلم بسماعة عادية وكده. الأخ صلاح الغواي أحييك صراحة، أحييك على الأمسية الليلة وأحييك على الورقة القيمة جدا اللي قدمتها في وقت الترانسبورت أو ندوة الترانسبورت. وصراحة يعني أنا ما بختلف معك اختلاف كبير في أهمية السلام. الصلاح كلنا كشعب إريتري بالتأكيد يعني الواحد يرحب بالسلام، لكن كون نحن ندي السلام الأهمية اللي تفيدها بعيد. والله ماني عارفة أنا دقيقة لأني راح نستخدم الصوت هلاني. الصوت ما في أكسيح باي. يعني أنت تقدر تواصل لحد ما ترجع بريتال. ممكن تواصل بريتال لحد ما ترجع تزبط الأمور. إذا ما هنا ممكن بالتلفون نخليها يتكلم. ممكن. اوكي يلا كذا خذي. كيف مسموع؟ أكيد مسموع. اوكي خليني اعمل قفل باكر من عندك. ميوت. ايوه اعمل ميوت. اوكي. السلام ورحمة يا إخوة. أولا تحياتي لكل الحضور وعلى رأس طبعا الضيف أخونا صلاح الغواي وهي للأدمنية برضو على الاستضافة لي. بالنسبة لموضوع السلام، أولا خلوني أحيي الأخ صلاح الغواي على الورقة اللي قدمها في الندوة. حقيقي كانت ورقة قيمة جدا. أتكلم عن حقوق الإنسان من الناحية النظرية والفلسفية عشان أديها الحضور. هذه حاجة. وجهة نظره طبعا كان قبل الندوة وبعده مستمرين فيه.
أهمية السلام وقيمته بالنسبة لنا نحن كأريتريين. حقيقة السلام كلنا يعني بنرحب بالسلام، وده الترحيب بالسلام هو بيسجل مع طبيعتنا البشرية، لكن عشان ندي القيمة نديه القيمة اللي يستحقها، أو ننتظر الكثير، أو نتفائل زي ما الأخ صلاح إبراهيم متفائل. أنا ما شايفة أي بوادر. صوتي مسموع؟ يا مسموع. ايوه اوكي. يعني ما في السلام حتى الان، احنا ما في اي ثمار جنيناها منها عشان نتفائل ويكون عندنا عشم في حال افضل بالنسبه لاريتريا. سو فار المستفيد الوحيد هو نظام، المستفيدة الوحيدة هي اثيوبيا. بالنسبة للنظام كان بالتأكيد زي ما تابعت ترفع منه الحظر، دخل مجلس، أخذ عضوية مجلس حقوق الإنسان. النظام وعلى رأس، أو نقدر نقول الرئيس كاسافورقي يعني حصل له انفتاح جدا جدا، وخرج من عزلته نقدر نقول يعني من بوابة كبيرة جدا. بالنسبة لأثيوبيا مصالحها ماشية كويس، يعني شفنا تصريحات متعددة منها بناء قاعدة عسكرية، الاتفاقيات دي نحن ما بنعرف الشروط شنو وبنود ايه، كلها قاعدة تتم يعني بمنتهى السرية. بالنسبة لانفتاح الحدود أو الحدود للأسف الشديد، يعني الناس الآن قاعدة تبكي في إنه الحدود اتقفلت. بالعكس الحدود مجرد ما اتفتحت دخلوا منها الأريل داخل إريتريا، والإريتريين طلعوا منها. يعني حاسة إنه زي في حيحصل احتلال ولا بالتأكيد في تغيير ديموغرافي حيكون موجود، يعني حيحصل. دي حاجة ما فيها 2 3، ويمكن دي من الحاجات الناس اللي كانت تتكلم فيها. لما إريتريا تتفرغ من سكانها الأصليين والشعب كله خرج من نفس البوابة دخلوا منها الأثيوبيين، دي مسألة خطيرة جدا نحن لازم ناخذها بعين الاعتبار، ما نقدر نتجاهلها. الحاجة الثانية بالنسبة مع التدارو وهزيمتهم وسقوط مشروعهم، أنا ما يتخيل لي ده حيسقط مشروع التدارو. ربما التدارو لما يفقدوا الثقة في الشعب الأثيوبي ككل وأثيوبيا، يكون البديل الإمام اللي مفر لهم هو مشروع تجري تجرية. أنا شايفة إنه مسألة استعدائنا نحن للتدارو في حد ذاتهم كمكون، ونحن لما نتكلم عن السلام، والأخ عواكي يعني قاعد يتكلم عن أهمية السلام مع أثيوبيا. طيب السلام ده هو أهم شيء يكون مع جيراننا نحن ومع الامتداد الديموغرافي لإريتريا اللي هم التدارو، مش مع الأورومو والأمخر البعيدين. صحيح حكومة الوياني حكومة كانت فاسدة، كانت ديكتاتورية، نحن عندنا تار معاها ده، لكن ما بيعني بشكل يعني ما بيعني انه نحن كإريتريين نستعد التدارك، واذا ما في سلام بيننا وبين جيراننا انا متاكده تماما ما في اي قيمه للسلام الحقيقي اللي قاعد يتكلم عنه الاخ صلاح إبراهيم. ده من ناحيه اهميه السلام وفتح الحدود والافراج وكذا. بالنسبه للاتفاقيات اللي قاعده تحصل بين النظامين، الاتفاقيات دي برضه يعني حاجه مهمه جدا، احنا ما نقدر ما ناخذها بعين الاعتبار او ما نخوف عنها، لانه الليله في إريتريا اي اتفاقيات بتحصل دوليه احيانا قد تكون عندها القيمه القانونيه اللي ممكن تكون اعلى من الدستور ومن القوانين المحليه من ناحيه دوليه. نحن في إريتريا عشان كده دائما في كل الدول يا إخوة الجهات اللي بتعقد
الجهة المخولة بعقد الاتفاقيات دائما لازم تكون عليها رقابة، لازم تكون جهة تشريعية، اوكي، لازم تكون في قوانين او يكون في حتى يعني شروط لعقد الاتفاقيات دي، وتكون في ضمانات قانونية بتحمي السلطة التنفيذية من انها ما تتصرف زي ما هي عايزة وفقا لاهواء السياسية. نحن لا عندنا جهة تشريعية، لا عندنا رقابة على دستورية أو مشروعية الاتفاقيات. للأسف الشديد الأوروبي قاعد يعمل الاتفاقيات دي لوحده. إذا الاتفاقيات اللي قاعدة تحدث دي إذا حتى في القانون وفي الدستور ولا في الاتفاقية نفسها، إذا ما في شرط إنه الاتفاقية دي تتطلب التصديق لنفاذها، وبالتالي يعني كل دولة تتحمل الإنفاذ والواجبات اللي بتوفيها الاتفاقية دي، أنت ما تقدر تمثل عنها. فنحن حنجي يمكن في يوم من الأيام نجي نلقى نفسنا إحنا ما بتمثل ولا بتكون في صالح الشعب الإريتري. دي جزئية مهمة جدا جدا، نحن المفترض إنه برضه ما نلغيها. دي المخاوف يا صلاح أبو راي اللي عندنا من تداعيات الاتفاقيات السلام والاتفاقيات اللي جات بعدها واللي ممكن تجي، وحتى الآن ما شفنا أي انفراج داخلي. بالنسبة لتعويلك إنه النظام الإريتري ما يعني لازم يتغير وما حينفع إنه هو يتعامل كنظام دكتاتوري يتعاطى يكون دكتاتوري، هو قاعد يتعامل في محيط فيه انفراد وديمقراطية. أنا أتخيل إذا كان لو في يعني ذرة عمل فيه وكان عمل الحتة زي ما عمل دكتور آبي، أطلق صراحة عمل إصلاح داخلي وصحح الأوضاع اللي كانت كافية في دولته هي وعمل سلام. على الأقل تقدر تقول حاول يعمل سلام داخلي في بلده حتى بعد ذلك اتجه لإحلال السلام يعني خارجيا أو التصالح مع دول الجوار وكذا. السياسة أفريقيا يا أخي هو ما استحى من كل الحاجات اللي عملها وجاي داخل هو يعني ما بعرف، ولذا كل يعني الثمار والمكافآت من غير ما يعمل حتى يعني ولا ذرة تغيير داخلي في إريتريا. فأنا ما أستغرب إنه إذا استمر كما هو، لا وبالعكس يعني ممكن يجي يعني بعد ما طلع من العزلة وحقق المكان اللي هو عاوزه، هو شخصية ثانية جدا جدا، ممكن عشان يحافظ على الموقع الجديد اللي أخذ ممكن يقوم بمزيد من القدم كما هو. طيب نحن استفدنا. فده دي المداخلة اللي أنا حبيت أسويها صراحة. ما بعرف يعني بالنسبة للأسئلة ما عندي سؤال، لكن لأنه كذا مرة صلاح حسيت إنه يعني تشير لي أنا جزئية الاختلاف بيني وبينه. فدي اللي حبيت أوضح للناس يعني إحنا مختلفين وين وكذا. وعليكم المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا جماعة. أحسن من عندك. اوكي أبو راي سمعنا لك، بس أنا دي الدور عليكم، لكن مداخلات سبت على نهاية. أنا كمان شوية يعني سؤال قريته اتفاق بعد السلام اللي اتفقوا بين نظامين في إريتريا وإثيوبيا، وأنا في رأيي عملتين يخدموا في نفس الموضوع، سواء كان تجراي أو كمان أبي أحمد بموضوع قضية إريتريا. ما رأيك السودان واتفاق بين كينيا وإثيوبيا وجيبوتي وإريتريا؟ عز السودان في منطقتنا، هل ما تعتقد هو يعني موضوع دولي هو؟ لأنه بمجرد أنه عز السودان من المنطقة، وبعدين حراك الشعب في السودان سواء كان قام المشاكل الداخلية أو كمان التدخلات الخارجية، ولكن
يقول بعض المحللين ربيع العربي كان انطلاقه من الغرب، وفي نفس الوقت اليوم الاتفاق اللي حصل بين اريتريا واثيوبيا وبعدين كينيا وبعده كمان جيبوتي والسودان كأنه ما دولة ما موجودة، يعني ما تعتقد انه هذا رسم خريطة زي ما اترسمت في الشرق الأوسط الجديد في قرن أفريقيا؟ إذا كان سؤالي ما موجود في الموضوع ممكن ننساه، لكن لمجرد سمع رأيك وبس. شكرا. شكرا شكرا أستاذة سلوى. طبعا أنا ما داير أكرر الكلام. طبعا كل مرة أقول إنه لابد من إنه نحذف من ذهننا حاجة اسمها سياسة أفورقي ونقرأ الأحداث. هذا أعتقد عند البعض صعب وعند البعض ممكن. يعني المسألة أنا بقرأ أحداث ما بقرأ سياس. قلت لك سياس إنسان مجرم زيه زي الوياني واحد. الشعب الإريتري والشعب التجراوي شعب واحد هو بالاتجاه الجنوبي، شعب واحد هو. ما تقدر تفصل عائلتين من بعض، هم نفسهم. يعني ما بتكلم عن الشعب التجراوي ولا الشعب الإريتري ولا الشعب العفري والشعب الجيبوتي بهناك ولا الشعب الإريتري والشعب السوداني بالشرق وغرب إريتريا. هذول شعوب واحدة هي. المسألة التكامل ما حد يرفضها يا اكس اف بي اي. أنا أتمنى أطلع من هيكور وأتعشى عند هرقيسة، أمشي هرر وأمشي مكالي وأمشي أديس أبابا وأمشي اسم شنو وأمشي الصومال وأرجع. ما أنا ما عندي مشكلة في التكامل الاقتصادي. ما تطور هو تطور اقتصادي كبير هو. هذه أهداف كويسة جدا جدا هي. الإشكالية إنه نحن لم نشهد تغيير في داخل إريتريا في الوقت الضرورة. أنا ما شايف تغيير. حتى إذا في تغيير يتمثل 20% من 100 أو 30%، 70% فاضل لنا. التحول السياسي في إريتريا وتفكيك هذا النظام ما في قوة بتفككه نهائيا هناك موجودة في إريتريا. أول شيء الحقيقة دي انتم لما نرفض فرص بتاع السلام زي دي أنت بتراهن على شنو؟ ثاني حاجة السؤال بتاع أستاذ اكس اف بي اي مهم. هو السودان ليه ما مشمولة وكينيا وجنوب السودان؟ ده أسئلة مهمة أنا ما بعرف أجاوب عليها. إذا كنت تلمح بأنه الإثيوبيين عايزين أريتريا ويشيلوها في أساس اتفاقيات اقتصادية وسياسية وتكامل، أنا ما عندي مشكلة الناس تتفتح في بعضها البعض. لا الصومال ولا جنوب السودان ولا كينيا، يا ريت الناس تبقى واحدة وحدود مفتوحة وتحاول اقتصادي لمجلس فدرالي كبير جدا جدا بين الدول دي. ما مشكلة بالنسبة لي أنا. المشكلة بأنه أشوف إنه هذا التحولات الاقتصادية والسياسية وهذا الحراك العدلي وهذا الحراك الثقافي والإعلامي والدستوري في المنطقة حيؤثر في إريتريا. دي اللي ما قادرين نتفق حولها. لكن ما في هناك مشكلة أساسية مقابل أحداث كبيرة يا أمريتال. ما ممكن أنا ما أقدر أجيب لك أي دليل. هل أنت تنكر بطريقة مطلقة بأن إريتريا ما حتأثر ب 110 مليون دولة حتستقر وسياسية وإعلامية وعدلية وديمقراطية وأكثر من 40-50 أحزاب سياسية وتصارع سياسي وانفتاح على البحر الأحمر، والناس تجي هنا تعمل مشاريع وتستنى بواخرها وكونتينراتها، حتى الفنادق اللي عملوها في إريتريا والتواصل الإنساني. يعني واحد مجرد ما يجي إريتريا يكون ديكتاتوري ومجرد بعدين مع هذه الملايين كلها كيف ما تأثر بلد؟ فالقرن الأفريقي الكبير نعم أستاذي. ولذلك أنا أنه الرؤية مكبلة بمرارة أساس أفورقي وإجرامه على الشعب الإريتري. أنا أسقط أساس أفورقي من الملمح عشان أقرأ القراءة هادئة لما أين تسير البلاد المتحدة وخبراء. وأنا كلمتكم بالخبير بعد القرن الأفريقي ممثل الاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي وما يشوفه من الوعي ألكسندر راندوس. هذه المنطقة ما تعمل لا أرفع العقوبات عن إريتريا، أرفع العقوبات من إريتريا.
إريتريا ما زالت نحن عارفين دولة لا تستاهل حقوق الإنسان، وهذه دولة مجرمة، ولكن الأحداث اللي صايرة في المنطقة حيؤثر في إريتريا. هذا التأثير إذا ما تشوفوه ما مشكلة، أنا شايفه، بعتقد أن هذا تطور هو مهم، هو حيصلح إريتريا. والوقوف ضد هذا التيار وعدم استقرار المنطقة دي، في ناس اتأذوا من وهو لوحاتهم، ومفروض السياسة أفورقي يوقف معاهم ضد السلام وضد الحراك في المنطقة هذه، لأنها هؤلاء لا بد. هذه السياسات سياسات العصور الوسطى، والقوميات تحكم والديانات تحكم، وهذا الديانة لازم، وهذا الكريستيان أنكور وهذا الكريستيان آيلاند لازم تكون كده، ونحن ما نعمل مسجد في أكسوم، ونحن ما نعمل مسجد في مش عارف شنو كنيسة، نحن ما نعمل في هيكوتا. هذه أفكار قاتلة. إريتريا إذا تكون بأي حال من الأحوال وينتصر فيها هذا التيار المتطرف بتاع التجراي تجرينيا الكبير، حروب حتخش إريتريا نفسها. إريتريا نفسها حتخش حروب. ممكن اقليم فلان وعلان ممكن يوقف مع تجراي، ده اقليم ذاك ومش عارف شنو مع دماء ما عندها اول واخر. هذه التيارات المتطرفه انا حكيت لكم من المغرب، من بعد العشاء، من ميكافيلي لحد اخر التطارات اللي تتجاوز الحقوق من اجل مصالح قوميه وحقوقيه ودينيه. الجهه ويان اللي بتقرا هذا تجي الا بالتيارات بالتطور الاقتصادي وبالتكامل السياسي. اذا ما كان اكثر من الحل. واعتقد الكلام قاعد يتكرر يا اخواننا، وقدم الغرفه تقرر ودحمى يو بالنسبه يعني، ولكن في شيء ما واضح، والناس قاعد تعمل ممكن اكثر تطور في المفهوم بتاع النقاش. اهلا وسهلا، انا واصل، انا ما عندي مشكله، ولكم جزيل الشكر. كويس. أظن في الصف داود وواحد ثاني معاه، كله مع بعض، يعني سؤالين مع بعض تأخذهم تستلمهم وتجاوب على السؤالين مع بعض، وبعد ذاك إن شاء الله يعني نحن كان نختم الأمسية. فداود ومعاه واحد ثاني اسمه ذكر الساعة كوا ما أعرف وقت بعد تدرين اللي مسرحد. أيوه لا سرحد تو، وأستاذ صلاح كتب بقرأ من أسئلتهم وسرحد الجديدة بدل ما أورو قبل. تفضل داود. هل أسأل أستاذ عادل أو بعد؟ أيوه أسأل. بالضبط. أنا قبل كان سؤالي الأستاذ صلاح أبو رأي كان يعني في التك أو الكونفدرالية أو التحالف اللي قاعد يبقى في المنطقة، هل هو بشكل مدروس؟ يعني بقصد هنا مؤسسات بمعنى موافق فيه برلمانات هذه البلدان، أم هي قراءة مملوءة من أطراف خارجية؟ وهل نسبة نجاحها حتكون أم يعني الشغلة هذه فقط يعني بين الأطراف اللي جارية فيها، سواء كان أطراف إقليمية كما شفناها، لأنه كل الأطراف هؤلاء قاعد تمشي جولات المكوكية تجاه الإمارات والسعودية، وبرضو زي ما قال المبعوث هذا اللي كان يذكره الأخ صلاح، أنه فقط عم بيركزوا في مصلحتهم في المنطقة هذه كي لا تفلت ويدفعوا ثمن آخر. رسالة تايمز ستة أوالي. السلام عليكم. صوتي مسموع إن شاء الله؟ أيوة يا أخوانا، طبعا قاعد أشارك لأول مرة، والعاوز أقوله إنه أنا راح أتكلم يعني كلام صريح وفصيح. يعني أنا كإنسان مسلم إريتري أعيش في المهجر منذ 10 سنين، وأنتمي إلى قومية الساو. طبعا في إريتريا يوجد 9 قوميات، وأنا لما أشوف حال القوميات
الثمانية ما عدا القومية التجرينية أشوف النفسي يعني غير موجود وغير معتبر به، مهمش. والحلف الإماراتي السعودي أي واحد أي دولة بتسعى وراء مصلحتها. الإمارات دايرة تستولي على شواطئ البحر الأحمر، ومصر طبعا جماعة الإخوان المسلمين من هناك، وقطر، يعني موضوع كبير جدا. لكن الموضوع يخص الإريتريين، إنه طبعا زي ما قلتوا إنه دولة تعيش في سلام مع جيرانها، هذا يعني شيء عظيم. سام تايمز سمعني، يعني الموضوع ده يعني ركز في العنوان. كان في أمسية كان في اجتماعات في فرانكفورت، والاجتماعات كان في أوراق تتقدم في الاجتماعات ده، أوراق حول يعني تخص القضية الإريترية. ففي الموضوع ده احنا قرينا اللي هو الإعلان اللي خرج به. عندك عندك سؤال في هذا الموضوع، في نفس الموضوع ركز، لكن إذا كان خارج الموضوع ممكن الموضوع ده كمان موضوع ثاني. هو إذا تابعت الغرفة في الأسبوع يومين تفتح، ربما نطرح الموضوع ده في أمسيات أخرى. فأرجو إذا عندك يعني سؤال في نفس الموضوع أوكي، ما عندك سؤال في نفس الموضوع فأحسن تستمع يعني لا خلاص، بارك الله فيكم. يعني أنا دخلت الغرفة لأول مرة وقبل تقريبا ربع ساعة، وما واكبت يعني الأمور والأحداث كلها، وما كنت عارف حتى إنه كان في فرانكفورت يعني أشياء. ولكن زي ما قلت يومين في الأسبوع الغرفة موجودة، وإن شاء الله من اليوم راح أشارك إن شاء الله. والسلام عليكم. شكرا جزيلا. تفضل صلاح أبو الراي، جاوب على سؤال داود ومنى عشان نختم الأمسية. شكرا جزيلا أستاذ هملايت، وشكرا أستاذ داود. تكلم أستاذ داود عن أنه هذه العملية يعني أنا شايف أنا طبعا أول أنت كنت معانا كويس إنه من أول الكلام، لأنه أنا لما أجي أتكلم إنه أقول إنه هذا عملية سياسية، عملية ناجحة، قبل أن أستمع أو قلت بالليلة كل ساعتين في مسألة التحول في هذه المنطقة وطبيعة المنطقة وصراعاتها التاريخية والاختلافات الموجودة، وإيش قالوا الخبراء فيها، وإيش قالوا المحاميين عن هذا النظام، وإنه لماذا تعتبر الأرومو اليوم الهوك اللي حتنقذ الأنكور اللي حتثبت إثيوبيا، وإنه هذه الغالبية هي المؤهلة في جميع دول العالم، والتاريخ السياسي للشعوب يقول كده. الأغلبية هي اللي تقدر تعمل دائما التحولات السياسية والديمقراطية، لأنه ما بتخسرها الديمقراطية والعدالة، ما تخسرها هي. ولذلك الناس وجدت الحلقة المفقودة في إثيوبيا، زي ما تكلمت في الكتاب بتاعت مركاكس التو فرونتيرز. ولذلك الناس وجدت، العالم كله وجدت إثيوبيا المستقرة الآن. لماذا استقرت؟ التحول السياسي في إثيوبيا حصل؟ لا، لكن شروطه موجودة يا أستاذ داود. شروط وجود إثيوبيا ديمقراطية ثابتة موجود. قلاق اللي يعملوه، الناس اللي دار تنتحر، والناس الخسرانة، والناس اللي ما تنعدم بالعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدل. اسمه في ناس عندها أوهام قبلية ودينية وقومية مش عارف شنو في جميع الإقليم. إقليم بتاع الصراعات، وكان 3 دولة بقى 6 دولة: السودان، جنوب السودان، اثيوبيا واريتريا وجيبوتي، كل واحد يطلع منه دولة. ولذلك الاستقرار، التكامل، هذا الايكونوميك انتجريشن بالمره مهم. التكامل والسياسي والتكامل، والشعوب تنفتح على بعضها وتعمل مع بعضها. هذه الشروط شروط استقرار وشروط تحولات سياسيه غصبا عنك. اذا كنا نتكلم في الديفلوبينج ستيت انه كيف تطور الدوله من دوله مستبده، الاستحقاقات اللي امامها، شروط التجاره، الشروط التجاريه، الانفتاح السياسي، شروط الموانئ، شروط ما ادري ايش، والتكامل البرلمان الموحد، غصبا عنها
تخوض هذا اللي كشروط استحقاقية أمامها تدفعها إريتريا. فالتحول جاري، وأنا ما أكرر نفس الكلام. فصحيح أستاذ داود، الخلق الشروط موجودة، والعملية عملية داخلية لمن حاول ومن راعى ومن تابع الثورة الإثيوبية وكيف كانت حاملة لمدة 3 سنوات وما قبل 3 سنوات، وشروط اكتمال الأرومو وإخراج العملاء منهم وبرلمان نقي مش عارف شنو، وهكذا. الآن مخاطر وبؤر موجودة لمخاطر هذا المشروع التكاملي من ناس بتعتبر إنه هذه العملية ضدها وضد مصالحها القومية ومصالحها السياسية والاستراتيجية. نحن كوننا نكون دون أن نعلم، لأنه نحن عندنا الحنق الكافي من هذا النظام الدكتاتوري المستبد القاتل، هذا المجرم. كوننا هذا الإنسان بيعمل الآن هذا النظام يدري ولا ما يدري، ولا ينتقم من الويانة ولا يعمل شنو. هذا الإنسان بيعمل الآن ضد مصلحته الدكتاتورية، وقاعد يعمل من أجل مصالح الشعب اللي ارتزاجوها في إطار استراتيجي. وحاولت أقرأ لك ماذا هو النظام الديمقراطي هناك، وما زال النظام التشريعي والدستوري والإعلامي والمحكمي والعدلي، ودولة مفتوحة إلى هذا المدى يتعامل معها واحد دكتاتوري ويتحالف معها. هاو كم؟ كيف تجي؟ ممكن يسويها داود، يسويها رجل دورة، رجل ثوري، رجل يؤمن بالديمقراطية وينادل في سبيلها، ينفتح مع دولة في ديمقراطية وعندها برلمان سياسي. قلت لك طلع سياسة ورقة من راسك عشان تشوف المنظر منظر سليم. داود مشى هناك، فتح الحدود مع اثيوبيا وطلع لنظام، طلع مئات الآلاف من السجناء وعمل مصالحات مع معارضته، ويعمل قاعد تعدية حزبية في بلده، وقاعد يعمل تكامل اقتصادي في الإقليم. هذا هو الثوري. هذا الإنسان كيف يعمل كذا؟ كيف يعمل؟ لماذا يعمل؟ نحن ما عندنا دعوة. ميكانيكيا هذا الإنسان بيسوي في قضايا استراتيجية تؤدي به إلى تحولات سياسية عميقة ومنظورة ومؤكدة في أريتريا. هذا التيار في تيار عامل فيها إريتري وطني، وهو تيار متطرف. في ناس طبعا عندهم مخاوف، ما أشك، زي الأستاذ أمريتا، الأستاذ صامدون، في ناس 100% بيروا بأن هذه العملية تكون بعملية عكسية وبتطيل عمر النظام، وقراءة هي بتطيل عمر النظام أكثر ما هو يتخنقوا. ولكن في ناس متطرفين يستغلوا الخطاب والحنق الموجود على الشعب الإريتري من أجل أن يروجوا إنه هذا الرجل بيبيع إريتريا في إثيوبيا، ويبيع في تيغراي وفي أرومو، وقاعد يبيع اليوم في أمريكا ومش عارف، أمس كان يبيع مع الإمارات العربية، وقاعد يودينا العرب، وقاعد يودينا ما عارف الصومال مش عارف شنو. خطاب بتاع التجار هو، وعملائهم في الساحة الإريترية، وعملائهم في الساحة الإريترية اللي يؤمنوا بمشروعهم القومي. وشوفوا الآن زي ما قلت قبل وتيرتهم كيف تعالت ووصلت إلى أكبر مدى من الإعلان. أنا بعتقد المراجع اللي قلتها، المراجع حتى ما تكلمت من عندي، المراجع اللي قلتها في حقوق الإنسان، الفلاسفة، الحروب، القهر، العمليات، التحولات الليبرالية، فلاسفة الليبرالية وما يطرحوه حول الوحدانية الإنسان بدل القوميات والديانات والأقاليم مش عارف، وهذا ما يدمر الشعوب في هذه المنطقة، التحولات السياسية وأنا بعتقد يا أستاذ داود إنه أبي أحمد يفهم تماما أو مفهم تماما الغرب بأنه يجب هذا اللعبة بطريقة سليمة وصحيحة من أجل أن يعمل تحول في القرن الإفريقي الكبير ويعمل استقرار. وزي ما قال هذا ألكسندر راندوس، هذا المفوض الاتحاد الأوروبي، رجل دبلوماسي يمثل في القرن الإفريقي، ولا بد من تحولات سياسية واقتصادية كبيرة في هذه المنطقة دون أن نستثنى أحد. اليوم السياسة في ورقة لا يمكن يعمل عليه أي إجرام أو يحاكموه، لأنه عايز هذا العملية بيعتقد 100% بتحوله إلى تحولات ديمقراطية، لكن ما بالسرعة اللي عايزينها نحن. هذا ولكم الشكر والتقدير على هذه الأمسية الجميلة. وما تحليل مبني على اجتهاد فردي أكيد يا أستاذ،
كله تحاليل، وطبعا أي واحد بما عنده من معلومات ومن الزاوية اللي يشوف فيها الأمور، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع إلى ما فيه خير بلدنا. والسنة الجاية إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. السنة الجاية إن شاء الله في بلدنا في ذي العدالة والديمقراطية وحقوق إنسان نتمتع في بلادنا. لكم تحياتي، أنا صلاح أبو وراي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أخونا صلاح أبو الراي، أمسية ممتعة، وشكرا جزيلا على تحمل مشقة السهرة. يعني نحن قبل كده ضيوفنا نخلص معاهم لحد الساعة 12:30 أقل حاجة، ولكن نسبة إن الأمسية كانت ممتعة ونحن نسينا الزمن لقيت نفسنا زايدين ساعة. المهم شكرا جزيلا، وإذا كان في آخر كلمة أديك الفرصة، وبعد ذاك يكون يعني نكون نحن خلصنا وحنقدر نقعد فيها شوية. إذا كان في أي تقييم حنقيم، وبعد ذاك حنقفل الغرفة. فالمهم شاكر لك من جديد. إذا في أي كلمة تضيفها الفرصة لك، مع أنك أنت يعني ختمت الأمسية. طيب يا جماعة خلاص، شكرا جزيلا كمان سنيتنا.com. والأمسية اللي حضراء طبعا لما وقعنا سنيتنا دي بندق قيسا، وكان يوتيوب هلا سنيتنا.com جيبوا اللي حضر جيبوا هليت، ودي بدلالة هلينا كمان قلت الكوبات يوتيوب نايل لينا نايل بالتوق. وعلى ودحنكم سلامتكم. و في FBI واحد انتهى مني ولا قيس كان تامه هاجمت يعني قيس نسكبنت معاه ولا خلاص بعد كده الساعة 1:30 هنقفل الغرفة. وتصبحون على خير، وإن شاء الله الأسبوع الجاي سكسا من حريتنا تليه لو دحنكم سلامتكم، ودحن ما يوقل كلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.